طول عمرنا بنعيش عشان نحلم بالفرصة، بس لما بتيجي الفرصة ممكن تغير حياتنا كلها. قصتنا النهاردة قصة من شاب اسمه محمود، عنده 31 سنة، بيشتغل مهندس إنشاءات. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا اسمي باشمهندس محمود، شغال مهندس في شركة إنشاءات وكباري وكده. تقريبا بقالي أكتر من 5 سنين موجود في الشركة خارج مصر، في إحدى الدول العربية. الشركة دي متخصصة في إنشاء المشاريع الضخمة والكبيرة زي الكباري والأبراج. المهندس ده تقريبا زي ما بقولكوا بقاله 5 سنين، وبيقول: أنا ابتديت أخد وضعي في الشركة. وبيقولوا إن هو أول ما نزل الشركة تقريبا بعد أسبوع ما كانش شاف صاحب الشركة ولا اتعرف عليه. صاحب الشركة هو كان بيسمع إن هو راجل كبير تقريبا في الستينات كده، بس الراجل ده كان مليونير. هو ما شافوش بس كان يتمنى يشوفه ويتعامل معاه شخصيا، وكان بيتعامل مع نائب الإدارة أو نائب المدير، هو اللي كان بيتعامل معاه دايما. ولما سألوا أمال فين صاحب الشركة الكبيرة، قالوا إن هو مسافر علشان بيعمل صفقة كبيرة برا البلد، وهيجيب معدات ضخمة علشان المشروع اللي جاي. بيقول: اشتغلت في الشركة أسبوع و10 أيام، واتفاجئت إن المدير جه وسلم عليا بالاسم، وكنت ساعتها مستغرب جدا. وقال لي: ازيك يا باشمهندس محمود؟ اتاريه طلع عارفني زي ما هو عارف كل الناس اللي شغالة وموجودين في الشركة. والذاكرة بتاعت الراجل ده قوية جدا، وقال: أنا عاوزك في المكتب شوية. دخلت معاه المكتب وابتدينا نحكي مع بعض، وحسيت كده في كلامه بنبرة حزن شديدة، برغم ان هو راجل مليونير ومعاه فلوس كتيرة جدا، إلا إني لاحظت إن هو مش مبسوط ومش سعيد. طبعا هو علشان علاقتي لسه بسيطة جدا بيه، فما قدرتش يعني إن أنا أقوله أنت حزين ليه. كسفت إن أنا أتكلم معاه، بس كنت بلاحظ إنه دايما بيتكلم ويسرح، وفي عينه دايما عاوزة تنزل. استغربت من الموضوع، بس ما قدرتش زي ما قلتلكم إن أنا أسأله إيه الحكاية. بس لما طلعت من عنده حبيت أسأل نائب المدير: هو أستاذنا ماله؟ تعبان أو زعلان أو حزين من حاجة؟ فلقيته بيقولي: هو قصته قصة كبيرة شوية مش صغيرة. صاحب الشركة ده مليونير، وتقريبا من حوالي 3 شهور كده جاتله أزمة قلبية كبيرة، ودخل بعديها على طول المستشفى، وقعد حوالي 10 أيام. ال10 أيام دول محدش من اخواته ولا ولاد عمامه ولا قرايبه ولا ولاد خلانه سألوا عليه، مفيش بس غير بنته اللي كانت بتسأل عليه، بنته الوحيدة بعد ما زوجته توفت من حوالي 10 سنين، وهو ما اتجوزش تاني. برغم ان هو حاول كتير وهو متجوز ام البنت دي ان هو يتجوز واحدة واتنين وتلاتة علشان خاطر يجيب ولد ويورث، بس لما اتجوز مرة واتنين وتلاتة كانوا الدكاترة بيأكدوا ان هو عنده مشكلة مش هيقدر يخلف تاني. ولكن هو فكر انه ممكن يتجوز، وممكن الدكاترة يكون كلامهم غلط، واتجوز فعلا مرة واتنين وتلاتة، لكن في الاخر سابهم لانه فعلا ما بيخلفش. القصة بدأت لما هو دخل المستشفى وقعد حوالي 15 يوم، ومحدش سأل عليه من اخواته ولا عمامه ولا اي حد من قرايبه، مفيش بس غير بنته هي اللي كانت بتسأل عليه. وبيقول ان بنته دلوقتي في الجامعة، وتقريبا فاضل لها سنة وتخلص دراسة. فسألته: طيب هو ليه أهله ما بيكونوش جنبه أو حتى يسندوه في الأزمة ديت؟ لقيت الراجل بيقولي إنه هو كمان وصله رسايل وكلام من ناس إن أهله وقرايبه مستنيين إنه هو يموت علشان يعني يورثوا شركاته ويورثوا حاجته مع بنته في كل حاجة. ده طبعا أثر عليه نفسيا، وخلاه زي ما انت شايف كده بالمنظر ده، مش عارف يعمل ايه ولا عارف يفكر ازاي. قلتله: بس الأعمار بيد الله. هو حاسس ان هو كبر وتعب وخايف على بنته من طمع قرايبه، وخاصة اخواته اللي هما المفروض يقفوا جنبه. لا، ده هما طمعانين فيه وطمعانين في كل أملاكه، وبيدوروا ازاي هيخلصوا عليه وهيخلصوا على عمره علشان يورثوا المليارات اللي موجودة. فهو قلقان وخايف على بنته. طبعا أنا سمعت الكلام ده من هنا، طبعا دماغي اتشغلت وقعدت أفكر في الموضوع ده كتير، وقلت: سبحان الله، كلنا دايما بندور على الراحة المادية والفلوس والماديات،
والراجل ده عنده فلوس كتير ومش مرتاح، تحس ان هو بيمشي وبيفكر دايما باستمرار. يعني الفلوس احيانا عمرها ما بتجيب الراحة. انا كنت دايما متخيل ان الفلوس هي اللي بتجيب الراحة وهي اللي بتجيب الاطمئنان، بس الواحد كان رأيه غلط. انا اشتغلت تقريبا في الشركة ديت لمدة 3 سنين، وكنت بشتغل كتير ليل نهار، لدرجة ان انا عملتلي مكانة كبيرة في الشركة، لدرجة ان صاحب الشركة اعتمد عليا في مشاريع كتيرة جدا، بالرغم ان انا كنت لسه صغير في السن، الا ان هو كان بيقولي انت عقلك اكبر بكتير من سنك، وبتفهمني وبتفهم تفكيري، وبتفهم انا عاوز ايه بالظبط من غير ما اقولك، واول ما تدخل المشروع بتعرف ايه المطلوب منك وبتنفذه على احسن ما يكون. بعد ال3 سنين دول أخدت مكانتي وبقيت نائب المدير، لأن النائب الأولاني كبر وتعب من الشغل واستقال. ولما بقيت النائب بقيت عندي علم بكل حاجة، وكل حاجة موجودة في ايدي، وبقيت اعرف كل كبيرة وكل صغيرة، وكل فلوس داخلة وكل فلوس خارجة، واي حاجة بتتصرف في اي مشروع انا اللي كنت بوقع عليها وبستلمها. وكان الراجل ده مستأمني وبيطمن على حاجته معايا، ودايما كان يأكد لي ان هو مستأمني، وبيقول انا مش بشك فيك ولا حاجة، بس انا دايما بحب افكرك بالامانة. لكن انا الحمد لله اتربيت كويس في بيت مبني على الامانة وعلى الصدق وعلى الشرف، وما عنديش لا غدر ولا عندي خيانة ولا عندي لعب في اي حاجة. وفي يوم من الايام انا طبعا اكمني بقالي 3 سنين في الشركة دي، فبدأت الصداقة بيني وبين الراجل المليونير صاحب الشركة تبقى كبيرة، واطمن ليا جدا، وابتدينا نطلع مع بعض طلعات خاصة، ونقعد مع بعض في كافيهات وفي استراحات ونسهر مع بعض، وهو بقى يحكي لي أداء التفاصيل بتاعت حياته. وبنته كانت في اللحظة دي خلصت الجامعة تقريبا من 2 سنين، وكانت قاعدة في البيت، وهو بيقول لي انه بيفكر يشغل بنته معانا، وبيقول ان هو بيفكر ان هي تمسك المشروع او تمسك الشركة ويجيبها تتدرب معانا. طبعا انا رحبت بالموضوع ده، لان قلت ده كويس بالنسبة لها، وهي كمان كانت خريجة هندسة، يعني عارفة وملمة بالمشاريع وكده. فقال لي خلاص، انا هجيبها وهحطها تحت ايدك تعلمها وتفهمها كل اصول الشغل. قلت له تمام، انا ما عنديش اي مشكلة. بيقول عاوز اقول لكم يا جماعة انا ما فكرتش في اي حاجة من ان هو يعني هيستغنى عني لو بنته اتعلمت او يعمل ويعمل. لا، لان هو كان دايما بيأكد لي ان انا كل حاجة في الشغل، وهو بقى يعتمد عليا، وانا وافقت على طول. وتاني يوم كانت بنته موجودة عندي في الشركة، وابتديت اوريها كل المشاريع واوريها كل الانشطة واوريها الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها حاليا، اللي احنا المفروض هنسلمها يعني تقريبا بعد 3 شهور. وكانت بنت مبسوطة وفرحانة، وبشوف ده في عينيها ان هي حابة الشغل معانا. وفي ال3 شهور دول هي تقريبا اتعلمت 70% من الشغل، وفهمت كل حاجة، وابتدى أبوها يعتمد عليا اعتماد كبير، وبقى كمان يعتمد على بنته، وابتدت هي تتصل عليا كتير وتعرف حاجات في الشغل، وأنا كنت بفهمها لغاية ما وصلت لدرجة كبيرة في الشغل، وأنا كنت بعلمها بكل أمانة وبكل إخلاص زي ما أبوها بعامل أبوها بالظبط. الراجل ده بعد حوالي 4 سنين كده تقريبا، الراجل تعب ودخل في مشكلة تانية في القلب، ودخل المستشفى. قلت عادي أنا لازم أروح أزوره ومفيش أي مشكلة، هو يعتبر مديري ويعتبر زي أبويا الكبير، ولازم أسأل عليه. وكنت فعلا بروح له المستشفى وأبات معاه. ولما رحت أسأل عليه وكنت ببات معاه، ما كنتش بلاقي حد لا من قرايبه ولا من اخواته ولا أي حد يجي مثلا يطمن عليه أو يبات معاه. ولقيته في اللحظة ديت بيتكلم معايا والدموع نازلة من عينيه وبيبكي. قلت له انت بتبكي ليه وانت بمكانتك دي؟ حرام عليك، خليها على الله، وربنا ان شاء الله هيطلعك من الأزمة دي. قال لي انا هقولك على حاجة، انا مش ببكي على نفسي، انا الحمد لله شايف ربنا كويس، وبعمل كل واحد بحقه كويس، فلو قابلته انا مش خايف منه، انا بس خايف على بنتي اللي هتضيع من بعدي بسبب طمع اخواتي وولاد عمها اللي بعتولي اكتر من بره وعاوزين يتجوزوها، وانا رافض تمام من الفكرة دي، لاني فاهم هم عاوزين ايه بالظبط، هم طمعانين فيها مش اكتر،
وهما ما ينفعوهاش، لان زي ما انت شايف عنهم او سمعت عنهم. قلت له اه انا سمعت عنهم كلام مش كويس. قال زي ما انت سمعت كده، هما سلوكهم مش كويس وما بيحبوش غير السهر والفلوس وانهم يسافروا خارج البلاد بره ويعملوا اللي هما في دماغهم وبيشربوا وبيرجعوا تاني. وانا عمري ما هستأمن على بنتي في واحد منهم، ولغاية دلوقتي محدش بيتقدم لبنتي لانهم كلهم خايفين من فلوسي او ان انا مش هوافق، مع اني هوافق على اي شخص طيب عنده اخلاق وهيصون بنتي. مش مهم عندي الفلوس، انا عندي الفلوس ويعيشوا مبسوطين، بس اهم حاجة اطمن على بنتي. وبصيت لقيته سكت شوية كده وبصلي وقال لي انا هعرض عليك عرض ويا ريت تقبله. قلت له اتفضل. قال لي انا عاوز اجوزك بنتي، وبنتي مش هتلاقي افضل منك ولا احسن منك، وده مكافئتي ليك بسبب تعبك معايا ال4 سنين. انا استغربت من الموضوع ده واتفاجئت. قال لي ما تتكلمش ولا ترد عليا دلوقتي، وحاول انك تفكر في الموضوع. انا دلوقتي يا جماعة بعت القصة علشان اعرض عليكم الفكرة علشان اخد رأيكم، لان الموضوع اكبر من كده بكتير. انا خايف ادخل في الموضوع دوت واخواته او ولاد عمه ممكن يأذوني وممكن يضروني. ولقيت الراجل كمان يومين كمان بيبلغني ان بنته موافقة عليا وان هو عاوز يمشي الموضوع، وانا لحد دلوقتي عمالة افكر محتار ومش عارف ارد على الراجل واقوله انا موافق ولا لا. وفي نفس الوقت انا خايف لما انا ارفض اخسر وضعي ومكانتي في الشركة وارجع على مصر. فياريت تقولولي اعمل ايه، وانا بانتظار كل تعليقاتكم.